بسم الله توكلت على الله. معاكم نشوى من مطبخي. ان شاء الله باذن الله هنعمل النهارده جاتو عالمي عالمي بجد، بمقادير بسيطه جدا جدا موجوده في كل بيت. مش هنتعب خالص، من غير بيض، من غير دقيق، من غير اي حاجه. بجد طريقه تستاهل التجربه بجد. من كتر ما انا حبيتها انا بقيت اعملها كل اسبوع، يعني ما شاء الله حاجه هايله جدا. مقاديرها بسيطه جدا، مكوناتها بسيطه، هتحسيها ان هي اوفر. لا خالص، ما فيهاش اي حاجه صعبه خالص. هتعمليها وانتي مغمضه كالعاده ان شاء الله. خليكي تعملي كل حاجه وانتي مغمضه. بصوا بقى الجمال، بصوا الشياكه والرقي في قطعه الجاتو عامله ازاي. بجد بجد خرافه. تستحق التجربة، يعني لازم لازم تجربوها بجد. لو عندكم أي عزومة، لو في ضيوف جايين لكم بسرعة كده، بسرعة بسرعة قومي اعمليها. هتسعف معاكي وهتنجز معاكي وهتشرفك جدا جدا. حاجة في منتهى البساطة، طريقتها بسيطة جدا، طريقتها سهلة قوي. هتشوفي الطريقة، نروح للطريقة بسرعة. عندنا قالب هنا، لو ما عندكيش القالب ده ما تأزميش نفسك. عندك أي علبة مستطيلة اوكي استعمليها، مفيش أي مشكلة. عندك أي لانش بوكس استعمليه. اي علبه مستطيله، يعني اي علبه مستطيله مربعه اوكي مفيش اي مشكله. لو مربعه قسميها نصين تمام. هنبدأ نجيب بس ورقة الزبدة، بوريكم ان انا بقصها ازاي عشان ما تبقاش مموجة عندي، مثلا ما احطهاش مكرمشة كده، ولما اجي اطلع الجاتو بتاعنا يبقى في تجاعيد او في تموجات. فانا مش عايزة التموجات دي. انا بوريكم الورق الزبدة الصح نحطه ازاي في القالب ده. تمام. عندي 2 باكت بسكويت. هنحط البسكويت الاول، مش هنحط عليه اي حاجة، هنرص رصة عادية جدا. وبعد كده هبدأ ان انا اوريكم المكونات التانية. في اي حاجة صعبة لغاية دلوقتي؟ حطينا ورقة الزبدة في القالب ودهناها دهنة بسيطة زيت، وبعد كده بدأنا نحط البسكويت. عندي بسكويت عادي جدا، مش هو ده اللي انا هستخدمه في الوصفة. ده بسكويت سادة عادي جدا. وهقول لكم البسكويت اللي انا استخدمته التاني ده بسكويت رائع، والنكهة والطعم المذاق بتاعه رائع، بيديكوا تيست عالي قوي في الطعم. بصوا بدأت ان انا ارص البسكويت. مفيش اي حاجة، مفيش اي حاجة صعبة لغاية دلوقتي. ايه السهولة دي؟ مفيش حاجة خالص، يعني في ثانية هنعمله. عندي كوبايتين حليب، يعني بالظبط نص لتر حليب، وبعد كده نزلنا عليهم بكوباية الا ربع كاكاو خام اسباني. كاكاو خام اسباني لازم يكون الكاكاو نوعه نظيف جدا. تمام. وبدأت ان انا اقلب كل المكونات على البارد قبل ما احطهم. هحط بقى دلوقتي فانيليا سايلة. عندي هحط معلقة كبيرة مليانة، يعني سوري معلقة صغيرة مليانة فانيليا. عندك اللي هي الباكيتات اوكي، حطي 3 مفيش اي مشكلة خالص. 3 باكيتات صغيرين دي. وبعد كده هبدأ ان انا اقلب كل المكونات تمتزج مع بعض. وبعد كده هنزل بمعلقة واحدة كريم شانتيه، بتديني تيست عالي قوي برضو في الطعم. بعد كده هياخد المكونات دي كلها على البوتاجاز. يبقى احنا حطينا الحليب، وبعد كده حطينا الكاكاو، وبعد كده حطينا معلقه كريم شانتيه، وبعد كده حطينا كوبايه الا ربع سكر. تمام. يبقى حطينا كوبايه الا ربع سكر. وبدات ان انا اقلب كويس، وهنزل بمعلقتين كبار حليب محلى مكثف. ما عندكيش والنبي ما تأزمي الدنيا وما تحطيش خالص، يعني ما عندكيش حليب محلى مكثف ما تستخدميش. وطريقته سهله جدا، هبقى انزل لك الوصفه بتاعته. طريقته سهله جدا، مفيش اسهل من كده. عندي بقى هنا الزبده 120 جرام زبده. هنزل بيها على المكونات بتاعتي. وبعد كده هبدأ ان انا اقلب 120 جرام زبده، يعني نص كوبايه زبده. تمام. عندي البسكويت ده غير البسكويت اللي انا رصيته تحت. عندي بسكويت، اي بسكويت مدور كده، يعني اي نوع بسكويت عايزه تستعملي اللي انا استعملته الاولاني اوكي مفيش اي مشكله. تمام. هبدأ ان انا اكسره، مش هطحنه، هكسره. تمام. عشان انا عايزه الشكل التوتال اللي انا وريته لكم في الاخر هيبقى عامل يعني نفس الشكل اللي انا وريته لكم في الاول. تمام. هبدا ان انا اكسره، ما اسيبش ولا واحده سليمه، اكسره يعني هكسر الواحده اربع تربع. وبعد كده تمام كده خلاص مفيش اي مشكله. عندي كوبايه سوداني حمصتها وبعد كده طحنتها، هنزل بيها على البسكويت بتاعي. يبقى عندي كوبايه سوداني حمصتها الاول، وبعد كده طحنتها في الكبه بتاعتي، وبعد كده طحنتها كويس جدا. وبعد كده نزلتها على البسكويت وقلبتها. تمام خلاص اوكي. خلصنا الصوص بتاعنا، صوص الشوكليت. حطينا 3 ارباع الصوص، سيبنا شويه صغيرين هوريكم هنعمل بيهم ايه. ما شاء الله تجنن. ايه رايكم؟ صعبه لغايه دلوقتي؟ ايه الجاتوه السهل ده؟ مفيش اسهل من كده، مفيش اشيك من كده. بجد حاجه طعمها، يعني انا بجد بجد، يعني حاجه انت بتاكلي الشوكليت حاجه كده فظيعه.
بجد. هبدأ ان انا انزل بس بمعلقتين من الصوص بتاعي على البسكويت عشان يمسكوا، وهبدأ ان انا انزل بقى بالخليط بتاع البسكويت والشوكولات والسوداني. هبدأ ان انا افرده كويس في القالب بتاعي زي ما اتفقنا. ما عندكيش القالب ده، عندك اي لانش بوكس اي لانش بوكس اللي هو المربع، اوكي، حطي فيه واقسمي بالطول، يعني خليها قطعتين قصاد بعض. يعني مش هنأزم الدنيا ان شاء الله باذن الله. مفيش اي حاجه هتوقفك، مفيش اي حاجه تعطلك، وهتعملي الحاجه رائعه. خلاص بدأت ان انا فردت اللي هو الطبقه بتاعه البسكويت والسوداني والشوكليت، وبعد كده فردتها كويس، سويتها كويس. هبدأ ان انا احط بسكويت من فوق، يعني الطبقه اللي فوق كانت قطعتين بس، اللي فوق هيبقوا ثلاثه لان من تحت يعني صغيره، القالب من تحت صغير غير من فوق، لما بتطلعي فوق بيبقى كبر شويه. تمام. هبدأ ان انا احط بسكويت، هرصه بالرصه اللي انتوا شايفينها. في حاجه صعبه لغايه دلوقتي؟ تهيألي يعني طريقه بسيطه جدا جدا. لو رحنا اشترينا قطعه، بجد بجد يا جماعه، بجد يا جماعه، الحاجه بقت غاليه موت. يعني اعملي بأبسط أبسط أبسط وأقل تكلفة، اعملي كل حاجة في البيت. تمام. هبدأ إن أنا أنزل بالصوص بتاعي على على البسكويت من فوق، وهغطي البسكويت كويس جدا، وأحطه في التلاجة بقى ليلة كاملة. انتي مستعجلة عليه، اوكي، 3 ساعات هيتماسك معاكي. بس انا حبيت ان انا احط ليلة كاملة عشان لما اجي افنشه يبقى الفينش بتاعه مظبوط كويس جدا. عندي هنا وايت شوكولاتة بيضة، سيحتها في الميكرويف على 30 ثانية، كل شوية 30 ثانية، طبعا مش تاخد 30 ثانية بس، كل شوية 30 ثانية زي ما بوريكي كده. الشوكليت عندي كانت 100 جرام شوكليت، شوكولاتة بيضة 100 جرام. بدأت ان انا اسيحها وحطيت عليها 4 معالق كبار زيت، وهقلب وهوريكم. انا كل شويه بدخلها الميكروويف واخرجها على 30 ثانيه. تمام. عينك تكون عليها لان الشوكليت ما بين يعني بوظان الشوكليت حاجات بسيطه، ثواني، يعني لازم تبقى عينيكي عليها بالظبط، مش 30 ثانيه، يعني اقل كمان من 30، 15 في 15. وبعد كده طلعتها، قلبتها، هو ده القوام اللي انا عايزاه. حطيت عليها 4 معالق كبار زيت، وبعد كده حطيت عليها نص كوبايه جوز الهند، نص كوبايه جوز الهند، ما تكونش ناعمه قوي ولا خشنه قوي، وسط. تمام. هبدا ان انا اقلبها. ما حطيتيش ليه الشوكليت الدارك؟ لا، انا مش عايزه كله، يعني عايزه حاجه تكسر الشوكليت الدارك اللي انا حطيتها. تمام. بدأت خلاص ان انا اشيل ورق الزبدة واسويها كويس جدا. بصي هشيلها بمنتهى السهولة، بمنتهى، لازم ورق الزبدة، لازم ورق الزبدة. بصي شلتها بمنتهى السهولة ازاي، سهلة جدا، بسيطة قوي. هبدأ ان انا انزل بالشوكولاتة البيضاء اللي هي عليها جوز الهند. تمام. وهبدأ ان انا اسويها، بس اسويها عشان المنظر بقى يبقى كده. يعني بصوا احنا يعني بنشوف الحاجة قبل ما بناكلها، نحب نشوف الحاجة كده شكلها يفتح النفس قبل ما ناكلها. تمام. هبدأ ان انا انزل بالصوص الشوكليت عندي بجوز الهند، وهبدأ ان انا اسويها من كل الاحرف. آه وبس على كده. يعني الطريقة سهلة بسيطة، مفيهاش أي حاجة صعبة. طلعت لي 7 قطع بالظبط، ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجنن طعمها. يعني اتحداكي ان انت لو قدرتي تخلصي نص قطعه، بجد بجد اتحداكي ان انت تخلصي نص قطعه. ممكن تعمليها جاتو اللي هو الميني سواريه، ده حلو جدا. يعني بالظبط هيرمي معاكي 14 قطعه، روعه، تحفه جدا. لان انا بجد بجد مش هتقدري تخلصي القطعه دسمه جدا. الشوكليت فيها عالي قوي، فمش هتقدري تخلصي قطعه. فلو عندك عزومه، دي بجد بجد هتقدري ان انت تعمليها في العزومه، تحفه رائعه. بصوا بقى، انا سبت الشوكليت بالظبط، هو تماسك بره التلاجة، مش شرط تحطيه يعني في التلاجة، تماسك بره التلاجة بسرعه. اهم حاجه وانت بتقطعي الشوكليت قطعيها قبل ما تنشف، يعني قبل ما الشوكليت تتماسك عليها، لازم تقطعيها قبل ما تتماسك عليها. يعني انا غلطت، هي غلطه هنا، سبتها تتماسك بس كان النور قطع ساعتها، سبتها تتماسك، فكانت في مشكلة ان انا لازم اسخن السكينة عشان ابدأ ان انا اقطعها. بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها يجنن، حلوة حلوة بجد بجد، شكلها روعة. بدأت ان انا اقطع بقى كل القطع متساوية زي بعض، وبجد بجد يا جماعة تجنن، طعمها حلو قوي قوي قوي. وجوزة الهند وديتها في حتة تانية خالص، يعني مزيج كده من الشوكليت الدارك والبسكويت والسوداني والشوكليت الوايت وجوزة الهند. يعني بصراحة حاجة روعة، بجد حاجة روعة، يعني تجنن. مش هنكتفي بكده، مش هنكتفي بكده بس بشكلها كده، لا، هنزينها ولسه هندلعها شوية. بصوا ما شاء الله، بجد بجد حلوة.
فلازم ان انتوا تقطعوها قبل ما الشوكليت الوايت يعني تتماسك عليها، لازم تقطعوها قبل ما تتماسك عليها الشوكليت. تمام. في حاجه صعبه لغايه دلوقتي؟ مفيش اي حاجه صعبه خالص، كل حاجه سهله وكل حاجه موجوده عندكم ان شاء الله باذن الله. بصي ما شاء الله الجمال. لا، كان ساعتها النور قطع للاسف، بجد بجد. عندي مارشميلو، جبت كان عندي اللي هي الفوريرو روشيه، بس كانت خلصت للاسف، كانوا يعني دورت عليها ما لقيتهاش. فالحمد لله كان عندي مارشميلو برضو، كان لذيذ في التزيين بتاعه، كان حلو جدا. هبدا ان انا اجيب المسدس بتاعي، وهبدا ان انا اجيب اسيحه شويه كده، يعني اديله منظر حلو كده، منظر يعني يكسر الوايت شويه. تمام. بصوا الشكل عامل ازاي، شكله حلو قوي قوي. كان ساعتها النور قاطع والله يا جماعه، اعذروني، انا اسفه جدا جدا على الاضاءه بجد. بدات ان انا ازينه كده، اديله برده شويه مارشميلو على الطبق بتاعي. وعندي هنا الشوكليت بالحليب سيحتها، وبعد كده بدات ان انا اديها خطوط كده على الجاتو بتاعي. بجد يا جماعه الطريقه سهله، طريقه بسيطه. شويه بسكويت على شويه حليب على شويه شوكولاتات كده على شويه كاكاو، والطريقه سهله جدا. لو رحتي اشتريتي القطعه من بره تشتريها غاليه اوفر بجد، فاحنا مش هنشتري حاجه من بره تاني، احنا هنعمل كل حاجه. الوصفه تجنن، سهله بسيطه، في ثواني هتعمليها، في اقل من تلت ساعه هتعمليها. بصي الشكل عامل ازاي. هبدا ان انا اعك بقى، وابدا ان انا اكل ونبوظ الدايت كالعاده. وان شاء الله يا رب الفيديو تكونوا استفدتوا منه، يكون بسيط مخفف عليكم، وجربوا الوصفه تدعوا لي، وما تنسوش تعملوا لايك وشير.